العالم بأسره رغم تباعد أطرافه، إلا أنه بات مثل القرية الصغيرة التي لا يحدث فيها شيء إلا علم به أهلها. ويرجع السبب إلى كثرة سبل التواصل الصوتية والمرئية والكتابية. بالرغم من كثرة برامج التواصل، إلا أننا نرى أو نسمع عن إخوة أشقاء فرقت شملهم مصالح الدنيا وأطماعها. دنيا فانية وحياة قصيرة، ولا يستطيعون العيش فيها بحب، الحب الذي يطهر القلوب ويجعلنا نعيش بقلوب الأطفال الذين لم يعرفوا معنى لتلك الأحقاد والمشاحنات والقتل. الحب إن تمكن من قلوبنا فإننا نلتمس الأعذار للناس، ولا نرضى أن نسمع شيئا يجرحهم أو يغضبهم. الحب فلسفة العقلاء الذين علموا أنهم ها هنا في هذه الأرض لعمارتها، ولا تكون عمارتها إلا بالتكاتف مع بعضنا وليس بتقطيع علاقاتنا ببعض. ألم نستشعر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ ألم نستشعر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا؟ ألا نعي ما نقرأ؟ تحابوا، فالحب هو الأمن والاستقرار الذي نعيشه، ومن دونه فحياتنا مأساوية، بل هي حياة الغاب.